السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم. لاول مره كيشوف القناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا وشكرا للتشجيعات ديالكم. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم هذا الفيديو هذا ديال هذا الكاطو كيجي ساهل دغيا دغيا، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله الفيديو. وندوز معكم ان شاء الله المقادير. عندي البسكوي هنا، اي بسكوي نتوما كتختاروه كتخدموا به. انا خديت صابلي ساهل وحتى الثمن ديالو مناسب. كنستف في الاطار على هذا الشكل هذا، ديروا نتوما الاطار اللي بغيتو خدموا به. حتى كنعمروه نستفوه كامل الجناب والوسط، وكندوزو نقطعوا البسكوي على هذا الشكل هذا، ومن بعد ندوز نصاوب معكم الكريمه. عندي هنايا كاس ديال المعامر بارد، عندي كاس لاروب ديال السنيده، وعندي ساشيه ديال الفلون صغيره ديال درهم و50. عندي معلقه كبيره ديال النشا، عندي معلقه كبيره ديال كاكاو، وكنغلي الخليط كامل حتى كيطيب. وعندي معلقه ديال الزبده من بعد كيطيب الخليط كنزيدها، وعندي هاد الشوكولا اللي غادي نزيدو حتى هو حتى الاخر، ونعاود نزيدهم الطياب عاوتاني تيغليو، وعاد نطفي عليهم ونخدموا به، وتيجي على هاد الشكل هذا زوين. صافي تنخليوه يبرد شويه، وكندوزو داك البسكوي اللي قطعنا كنديروه فيه، يعني واحد 200 غرام ديال البسكوي نخدموا بها، اولا 300، المهم على حسب نتوما والاطار اللي عندكم كيفاش قداش كاين. صافي تنبقاو نخلطوه فيه بهذا الشكل هذا، وهذا نرجعوه الاطار ونخويوه، وكندخلوه للثلاجه واحد المده على ما نصوبوا الكريمه وعلى ما يجمد لينا، حيت ضروري خصو المجمد هذا الكاطو هذا. كنستفوه كنقادو مزيان، والبلايص اللي فيهم الفراغات كنعمروهم وصافي، وكنغطيو بالبسكوي عاوتاني، وكندوزو نقادو نطلعو الكريمه، نصوبوها ونديروه هو في المجمد. في الوقت اللي هو في المجمد حنا كنطلعوه في الكريمه صافي، ومن بعد انتم غتشوفوا المراحل بشويه بشويه ان شاء الله. كنسدوه مزيان باش ما يشمش لينا الريحه ديال المجمد، نسدوه مزيان صافي وندخلوه هنا. من بعد ما طلعت الكريمه غادي ندوز. خدموا نتوما باي كريمه كتفضلوها خدموا بها، يعني كديروا واحد 250 غرام ديال الكريمه كنطلعوها حتى كتطلع مزيان. هذه راها حلوه ما درتش فيها السكر. نتوما لما كانتش الكريمه حلوه ديروا واحد 4 ولا 5 المعالق ديال السنيده اولا ديال السكر كلاصي. هنا نسمتها بالنسبه اللي بغيتو نتوما، الحامض الفاني، اي نسمه نتوما كتختاروا، البنان اي نسمه نتوما كتختاروا ديروها. من بعد ما طلعت الكريمه يعني هنايا غندوز نمونطي عفوا نمونطي الكاطو ديالي. كنستسمح هنايا على الاضاءه بزاف، ما رديتش البال حتى ساليت حتى بغيت نمونطي عاد بان ليا الفيديو بانه راه مظلم، كنتاسف بزاف. هنا كندوز ندير الكريم، نسرح على الكاطو كامل، يعني بكل سهوله كتسرحوها. هذا كيجي هذا الكاطو ساهل دغيا دغيا تيوجد، وتيجي زوين بصراحه، تيجي زوين واقتصادي، ماشي شي حاجه اللي هي غاليه، حقيقه كيعجب الدراري. هنا عندي الشوكولاط حكيته اولا كررته بداك الموس ديال الخضره، يعني الطريقه اللي بغيتو ديروا لي، اولا قطعوه غير بالموس كيف ما بغيتو، اولا ديروا اللي بغيتو، اللوز الكركاع اي نوع نتوما كتبغيو ديروه. هنا كندوز كندير الكريمه بهذه الطريقه هذه صافي، والكاطو ديالنا بكل سهوله كيوجد. زينوا باش ما بغيتو، انا زينت هنايا بالفواكه المعسله، ومن بعد لحت عليه واحد شويه ديال الكركاع كان عندي
حتى هو في الجناب. اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو كيبقى غير اختياري. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا هذا الكاطو. هذا من اسهل لي كاطو اللي ممكن تصوبهم في واحد الوقت قياسي. صافي هنايا نزين عاوتاني واحد شويه ديال بالكريمه. هنايا كنسد هذوك البلايص اللي بقاو خاوي صافي. وها الكاطو واجد. كندخلوه للثلاجه ولا ناكلوه في البلاصه في الوقت اللي بغيتو نتوما. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش الاشتراك واللايك فضلا وليس امرا. واللي اول مره كيشوف القناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، وشكرا على التشجيعات ديالكم والهلا يخطيكم. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. شوف كيفاش كتجي من الداخل على هذا الشكل هذا. كتجي فيها واحد الديكور زوين، كيجي داك البسكوي باين، وما بين الخويات كاين الكريم اللي حنا صوبنا، صوص اللي حنا صوبنا. شكرا لكم بزاف، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. الى فيديو قادم باذن الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، وشكرا على التشجيعات ديالكم.